من فترة بسيطة موقع لينكد ان اعلن ان اكتر وظيفة مطلوبة في العالم هي وظيفة الديف اوبس انجينير. ايه هو الديف اوبس وايه وظيفة الديف اوبس انجينير بالظبط؟ هو ده موضوع فيديو النهاردة. الموضوع ابتدى ان احنا عندنا ديفلوبر بيديفلوب ابلكيشن معين، وغالبا هيكون شغال اجايل، فبيخلص فيتشر من الابلكيشن ده، والمفروض ان هو بيديه للبطل القصه التاني اللي هو الراجل اللي شغال في الاي تي اوبريشن. الراجل اللي شغال في الاي تي اوبريشن مسؤول عن السيرفرز والنتورك والفيرتشوال ماشين، اللي هو مسؤوليته ببساطه جدا ان هو يهيئ البيئه المناسبه اللي هتشغل الفيتشر اللي الديفلوبر خلصها. فالمفروض الديفلوبر بيخلص الفيتشر دي ويديها للراجل بتاع الاي تي اوبريشن علشان يتستها ويشغلها. حلو جدا. الراجل بيشغل الفيتشر اللي خلصت والديفلوبر بيعمل فيتشر جديده. هنا هيحصل كونفليكت ان الديفلوبر مثلا هيسبق الاي تي اوبريشن، يعني ده هيكون بيخلص كتير وفي تاخير في الاي تي اوبريشن، ففي كونفليكت ما بين عمليه الديفلوبمنت وما بين الاي تي اوبريشن. من هنا جه الكونسبت بتاع الديف اوبس. الديف اوبس متقسم لجزئين، ديف اللي هو الديفلوبمنت واوبس اللي هي الاوبريشنز. الكونسبت بتاع الديف اوبس ببساطه جدا بيقول ان التيم بتاع الديفلوبمنت والتيم بتاع الاوبريشنز هيشتغلوا مع بعض في كل السيرفيسز او في كل الفيتشرز بتاع البروجكت، من اول الديزاين وبعد كده الديفلوبمنت وبعد كده البرودكشن. يعني الاثنين هيبقوا مع بعض في كل حاجه. ببساطه كده نقدر نقول ان الديف اوبس ده هو اوتوميشن، ازاي نقدر نخلص كل حاجه في البروجكت بسرعه، سواء بقى ديفلوبمنت سواء تيستنج سواء ديبلويمنت وهكذا. الديف اوبس بيبقى ليه بروسيس لطيفه كده. اول حاجه في البروسيس ديت هي طبعا عمليه الديفلوبمنت، وغالبا ده بيكون اجايل. بعد كده بندخل في حاجه اسمها كونتينيوس انتجريشن، ودي المرحله اللي بيحصل فيها البيلد بتاع البروجكت ومن ابلود على الريبوزيتوري اللي احنا شغالين عليها، وكمان في المرحله ديت ممكن نعمل يونت تيستنج. بعد كده بندخل على حاجه اسمها كونتينيوس تيستنج. الكونتينيوس تيستنج هي دي المرحله الاساسيه للتيستنج. هنا بقى بنعمل انتجريشن تيستنج وبنعمل كواليتي اشورنس وهكذا. نيجي بقى في المرحله الثالثه او المرحله الرابعه هي الكونتينيوس ديليفري. الكونتينيوس ديليفري ديت هي البرودكشن بتاع البروجكت بتاعنا. انا هستفيد ايه بقى كشركه لما اشتغل ديف اوبس؟ اول حاجه انا هحاول على قد ما اقدر اقلل نسبه الخطا اللي ممكن تحصل في البروجكت بتاعي. الحاجه الثانيه ان انا اخلي كل حاجه اجايل، مش بس الديفلوبمنت، لا التستنج الديبلويمنت البرودكشن كل حاجه في الدنيا. الحاجه الثالثه التيم بتاع الاوبريشنز، وده الاهم، هيكون قادر ان هو يهندل اي تغيير هيحصل في الديفلوبمنت، فبالتالي انا كشركه هبقى قادر ان انا اطلع برودكشن بشكل اسرع، فبالتالي انا هكمبيت في الماركت احسن. ده الديف اوبس. ده موضوع فيديو النهارده، وان شاء الله نشوفكم الفيديو الجاي على خير.